النهارده اجي اتصل على الراجل بتاع المشويات اساله الفرخه بكام، يقول لي ب 320 جنيه. ليه يعني يا عم الحاج 320 جنيه ليه؟ هي الفرخه كلها على بعضها بكام دلوقتي؟ رحت جايبه فراخ من بره وتبلتها بنفس الطريقه، ولا تعبت نفسي ولا شويت ولا اي حاجه، بطريقه سهله وبسيطه، نفس طريقه الكبابجي بالظبط، نفس الشوي، نفس الشكل، الطعم، الريحه، كل حاجه. متاكده اما تعملوها هتعجبكم جدا. كمان عملنا شويه بصل كده مبهرين يستاهلوا بقكم، وما كلفتنيش ده كله، هي بس تمن الفرخه وخلاص. على كده سموا الله وصلوا على الرسول، وتعالوا شوفوا عملناها ازاي، وما تنسوا اللايك والشير والمتابعه كمان. يلا بينا على طول، كل اسرار فراخ الحاتي في الفيديو ده. بصي بقى الفرخه كده فتحتها من الظهر ودقدقتها كده، كسرت عظمها زي ما بيعملوا بالظبط. طبعا اتنقعت في المحلول الملح بتاعها وتصفت كويس. معايا بصلايه، طماطمايه، فلفل، توم. التوم بيغير جدا في التست والنسيجه يا جماعه. حطيت كده يعني قد نص راس كده من التوم، وفلفل وبصل وطماطم. بهارات بقى كده، عندي 7 بهارات، عندي حبهان، قرفة، ملح، فلفل، حبة كاري صغيرين، بهارات فراخ. وخلاص على كده، ومخلطباهم كده مع بعضيهم في طبق. هاخد ده كله على الخلاط بكوباية مية واضربهم كويس جدا. هنزل بالخلطة الحلوة بتاعتي دي، وامسك الفرخة كده اعمل لها مساج او ادعكها كده بالخلطة بتاعتي، واسيبها كده منقوعة مش اقل من ساعتين. طيب ممكن تعمليها من بالليل، ممكن كل ما تبيت في التتبيله تبقى طعمها احلى بكتير. يعني انت ممكن ليله قبليها كده وتسيبيها في التلاجة. وهنا كمان كنت غسله كبد القوانص وحطيتها تتبل. بس كده هغطي عليها واسيبها بقى في قيمه ساعتين 3 على حسب بقى ايه هتعمليها امتى. بعد ما عدى الوقت حضرت هنا صينيه فيها شويه من الميه، وهحط قشره ليمون، معلقه خل، علشان الصينيه ألمونيا مش اكتر من كده، عشان ما تسودش. لو هتستخدمي بقى صينيه تيفال مش محتاجه قشره ليمون ولا خل ولا حاجه. خلاص، لا قشره ليمون لا معلقه من الخل الابيض. هجيب بقى الشبكة بتاعتي، ولو ما عندكيش شبكة المشويات دي خدي الشبكة بتاعة الفرن، تكون أصغر كده، وتروح حطها فوق الصينية كده. احنا عملنا نفس الفكرة بتاعة صينية ايكيا. وهحط فيها الفراخ بتاعتنا، هفردها بقى عليها، فتقوم تديهم نفس شكل الفرخة اللي انت جايباها من بره، واخدة كده نفس كده مربعات بتاعة الشوي بالظبط. والريحة والطعم وكل حاجة هتبقى هي بإذن الله. هجيب الفراخ بتاعتنا وابتدي احطها على الشبكة، وكذلك برضو الكبد والقوانص اهي كده بالشكل ده. بص انا دغدغت عظمها وفكيت كده مفاصلها من بعضيها عشان تتفرد، واقفل عليها الشبكه كويس جدا اهي كده. والفرخه بتاعتي مش كبيره قوي فمش هتاخد سوا، تقدري تعملي الحجم اللي يناسبك زي ما تحبي. وبالتالي برضو ما كلفتنيش كتير لما اشتريتها، عشان وزنها برضو ما كانش تقيل قوي معايا. خلاص هقفل الشبكة وادخلها الفرن على درجة حرارة 200. بعد تقريبا 20 دقيقة هقلب الشبكة الناحية التانية واسيبها 20 دقيقة كمان. هي تقريبا خدت مني 40 دقيقة مش اكتر من كده، لان الفرخة مش كبيرة قوي. هروح قلبها على الناحية التانية وخلاص تكون استوت واحمرت من غير شواية. ما بفتحش شواية، هي بتستوي وتتشوي في نفس الوقت. تعالوا نحضر شوية بصل كده مبهرين زي بتوع الكبابجي بالظبط. قطعت كده جوليان او جوانب كده وجوانح رفيعة خالص زي ما انت شايفة. وهبتدي اديها شوية ملح بقى عليها، خل، سماق. السماق بيديها طعم حلو جدا، في مزازة كده بسيطة، بيبقى طعمه حلو قوي 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 مع البصل. وهديها برضو رشة فلفل لو انت حابة. ادي شوية سماق يدوها لون وطعم حلو. ودي بقى لما تتلف مع حتة الفراخ او الكفتة او اللحمة المشوية كده في العيش، بتوديه في حتة تانية خالص. سكر كمان يحليها ويديها طعم حلو مع السكر اصلا اللي بيبقى في البصل. واروح دعكاها كويس جدا كده مع بعضيها، واركنها في التلاجة بقى لحد ما الفراخ بتاعتي تتظبط وتتشوي، عشان تلحق تشرب من الخلطة اللي احنا حطيناها للبصل، يلحق يشرب منها كده ويدبل في قلبي. واول ما الفراخ تستوي ارجع اوريها لكم. هنا الفراخ اخدت اللون الهايل ده من غير حتى شوايه، من غير شوايه. تعالوا بقى كده نقدمها في الطبق ونشوف بقى الشكل النهائي. الصراحة كانت تحفة خطيرة، ريحة وطعم ما قالكوش. طيب تعالي بقى نديها التست بقى الشوي بتاع الفحم زي بره، عشان اللي ياكلها ما يقوليش انت ضحكتي علينا. هجيب اي ورقة فويل، بس الاول اديها الجرنشة البسيطة بتاعتها، شوية خضرة، شوية بصل متبهرين من اللي احنا عاملينهم. مش قادرة اقولك موديين الفراخ في حتة تانية خالص خالص. هجيب بقى اي ورقة فويل صغيرة او اي طبق عندي، علشان نبتدي نديها ريحة الشوي او الفحم بالظبط. هنا بنصحك جدا تجربي البصل بالطريقة دي، بيبقى تحفة.
ادي الورقه بقى كده هنحطها ورقه فويل عاديه، عملتها كده زي طبق، وجبت فحمايه مسخناها كويس جدا على النار، وهبتدي انزل عليها بنقطتين كده من الزيت، من الزبده، من التتبيله اللي نازله من الفراخ، واقفل كويس جدا بورقه فويل. واكتم يعني البخار فيها، تقوم تاخد ريحة وطعم الشوي بالظبط زي بتاع بره. بعد ما شوية كده رحت فاتحة عليها، وده بقى شكلها النهائي. هنتنحى او هنشيل الفحم على جنب ونبتدي نقدمها، وده كان الشكل النهائي ليها. بألف هنا وشفا لكل اللي هيجرب الطريقة دي، جربوها على ضمانتي، هتحسي ان انت جايباها من بره ومش ممكن حد يعرف انها معمولة في البيت، ووفري الفلوس. جربوها هتعجبكم جدا. هستنى تطبيقاتكم للوصفة، بعتولي الرسائل فيها التطبيقات. بحبكم جدا واشوفكم على خير فيديو جديد. سلام.